السلام عليكم ومرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وأحوالكم كلها طيبة. وصفة اليوم كعك النقاش اللي كامل نحبوه محشي بالتمر أو بالغرس. راح نحضره على الطريقة التقليدية، يعني ما راح نضيف لا نشا لا بيض لا خميرة الحلويات ولا حليب للعجينة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا لي جيم وتدعموني، وانت اللي دخلتي جديدة للقناة ما تنسايش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد للاستفادة أكيد. وفضلا منكم كتروا من الجام للفيديو باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين اللي يحتاجوا لهذا النوع من الفيديوهات ولمحبي هذا النوع من الجاتو. هيا نمر مباشرة لمعرفة المقادير وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجه راح نحضروا العجينه. كما نعرفوا العجينه والحشو تاع الحلويات التقليديه يحبوا الراحه. اولا عندي 250 غرام من الفرينه تكون منخوله. كيلتها بهذا الكاس يعطوه 220 ملي. جاتني زوج كيسان كما راكم تشوفوا. الكاس الاول تاع الفرينه يكون ممسوح، اما الكاس الثاني يكون ناقص قيمه 2 اصابع، يعني كاس غير ربع تاع فرينه. المهم راح نخليكم المقادير مكتوبه بالجرام في صندوق الوصف. حبيت نكيل برك بالكاس هكا باه نسهل الخدمه على الاخوات اللي ما عندهمش الميزان وما يديروا حتى حجه وينوضوا يخدموه. راح نزيد نصف ملعقه صغيره من الملح لتعديل الذوق، وملعقه صغيره تكون معمره مليح من لافاني. ومن ثم راح نضيف نص كاس من السكر الناعم السكر جلاس ما يعادل 50 غرام. ومن ثم راح نخلط هذه النواشف كامله مع بعضها. وهنا عندي 125 غرام من المارغرين دايبة وباردة. كيلتها في هذا الكاس جاتني كاس إلا ربع، يعني كاس ناقص منه قيمة 2 أصابع. نفرغ المارغرين فوق الفرينة، وكما قلت لكم المارغرين لازم تكون دايبة وباردة، ما نحطوهاش سخونة فوق الفرينة، نخليوها حتى تروح لهذيك السخونية وتولي دافية برك. رايحة نخلط مليح الفرينة مع ليدام براحة اليد حتى تتبسس مليح مليح وتتشرب الفرينة كامل ليدام. وراح نتحصلوا على خليط رملي. وباه تعرف باللي الفرينة راهي تبست مليح تحكم كمية منها وتضغط عليها مليح. راح تتشكل معك كرية، وبمجرد ما تضغط عليها راح تتفتت. هنا عندي ربع كاس مزيج بين ماء وماء الزهر، ما يعادل 60 مليلتر. وماذا بكم تحطوه يكون دافي. راح نلم به العجينة، وكما راكم شفتوه انا حطيته على ضربة على خاطر الفرينة اللي استعملتها تولمها هاد الكمية تاع الماء. جاتني سواسوة، بصح انت يا اختي حط الماء على دفعات، هنا حسب الفرينة اللي استعملتيها وعلى حسب استيعابها للماء. كما نعرفوا كاينه فرينة اللي تشرب وكاينه اللي ما تشرب، اللي يعني ما تشربش الماء. راح تحطها على دفعات وتلم العجينة بلا ما تعجن. تلمها برك بأطراف الأصابع حتى تتلم معاك العجينة وتتحصل على عجينة يكون قوامها طري ومتماسك. وباه تعرف بلي العجينة راهي مليحة تجيب كمية من العجينة كورها ما بين يديك مليح، وكي تضغط عليها تبقى ملساء وما تتشققش. هنا تعرف بلي راهي اكتفت من الماء. شوفوا هنا البنات قدامنا نحطوا العجينه ترتاح. كما راكم تشوفوا راني شكلتها لكرات، وزن كل كره 40 غرام ومدت لي 12 قطعه. راح نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا الى عندك الوقت. خليهم ليله كامله، والى كنتي مزروبه خليهم ما بين 2 ساعات حتى 3 ساعات هكا، باه كي تجي تخدم بها من بعد راح تعطيك الطوع وما تغبنكش في الخدمه. كما انا بليت العجينه على 9 تاع الصباح وخليتها ارتاحت حتى وقت العصر الصباح بديت نخدم بها. ودرك البنات نروحوا نحكيو على الغرس. وكاين اللي يقول لها التمر ولا عجينة التمر. هنا عندي ربع كيلو ما يعادل 250 غرام تاع غرس تكون صافية منقية مليح من العلف والكبابس اللي نلقاوهم هذوك في الغرس. انا استعملت الغرس تاع البطانة ماش الجاهزة. عجنتها اولا مليح غير بيدي، ومن بعد زدت لها مغرف صغيرة جنجلانية محمصة، مغرف صغيرة تاع مارغرين طرية، وعلى راس المغرف الصغيرة قرفة وقرنفل، واللي ما يحبهمش ما يحطهمش. وكملت عجنتها بإضافة الماء وماء الزهر. نحط غير بشوية ونعجن، وكل ما الغرس تشرب الكمية تاع المزيج تاع الماء وماء زهر نزيد نضيف لها كمية خلاف غير بشوية حتى تحصلت على غرس طرية. وفي الأخير زدت لها مغرفة كبيرة تاع الزيت ولميت بيها. ومن بعد شكلتها كما راكم تشوفوا لي كريات وزنها 20 غرام. هذا اللي تحب الغرس، واللي ما تحبش يكون الغرس في الحبة بزاف توزنها ما بين 13 حتى ل 15 غرام. هنا عندي ورقة كيما راكم تشوفوا عرضها 16 وطولها 11، حطيتها فوق سطح العمل وغطيتها بكيس بلاستيكي. هكا راح نحل عليها العجينة باه الحبات يجيو كامل قيس واحد. يعني انا مرفة نخدم طول، حبيت برك ندير هذه الفكرة للمبتدئات.
نجيب العجينة اللي شكلناها لكرات، قداه وزن كل كرة 40 غرام. شكلتها الحربوش ومن بعد نفتحها على قيس الورقة ونعدل الأطراف مليح باللاكوبات. من بعد نجيب الغرز نشكله لحربوش وحطيته فوق العجينة ونلصق العجينة مليح مع الغرز به ما يبقاش الهواء بيناتهم. ونرولي العجينة بهذه الطريقة راح نخدمها بنفس الطريقة اللي نخدموا بها الكعكات. نغلق مليح العجينة نسوديها مليح ومن بعد كوطي راح نقفله مليح نرقه بهذا الشكل. اما الكوطي الثاني راح نوسع ونطبع شويه الغرس يدخل لداخل مليح. ونرقق العجينه وراح نوصل الاطراف مع بعض ونغلق مليح راح نتحصلوا على شكل يشبه الشكل تاع الكعكات. راح نخدم الكميه كامله بنفس الطريقه ونغطيهم بكيس بلاستيكي به ما تنشفش العجينه. هنا البنات اذا كانت عندكم كميه كبيره تاع كعك النقاش اخدموا غير بالخمسه حتى العشر حبات. كم انا عندي غير 12 حبه شكلتهم على ضربه واحده. حاجه خلاف البنات جد مهمه بالنسبه للغرس كي تعجنوه ما تجريوهش به كي نخدموا الحبه تاع كعك النقاش او المنقوشه تبقى حاكمه روحها وتبقى واقفه وما تجيناش هابطه. وصلنا لمرحلة النقش. واش راح نحتاجو لابينس هاد الأداة اللي ننقشو بها ونحتاجو البوشون ولا لادوي ونحتاجو كذلك الكوبات. هنا أول حاجة جبت الحبة اللي راح ننقشها حطيتها فوق لاكوبات وانتي حطها فوق أي حاجة مسطحة هكا باش تساعدك في الخدمة. نعدلها شوية بيدي راح نوقف هكا شوية وحطيت العدوي بهذا الشكل باه كي نجي ننقش الحبه ما تهبطش تبقى واقفه. راح نبدا ننقش من البلاصه اللي قفلت فيها العجينه والنقاش نحطوه على استقامه ما نعوجوهش. راح نغرس النقاش في العجينه ونقرص من الاسفل الى الاعلى من الاسفل الى الاعلى كما راهو موضح في الفيديو. نحط النقاش على الثقب اللي تشكلوا في المره الاولى ونمشي عليهم ونكمل نرشم. من بعدش النقاش على الرشمه لازم نفدى عند خوتها ونمشي حتى نكمل ننقش او نرسم الحبة كاملة. هنا راني انتهيت من نقش الحبة كاملة. واش راح ندير لازم نعاود نجوز للمرة الثانية على الحبة كاملة. راح نعاود على الرشمات وهنا راح نرقق العجينة اللي خرجتها في الرشمة ولازم نجوز عليها للمرة الثانية باه تجي النقشة باهية وتبقى الحبة محافظة على الرشمة كي نحطها طيب. حاجة خلافية البنات كي تعود تنقش في الحبة خفف يدك على العجينة يعني ما تتعاملش معها بعنف. لازم تخدم بلطف وتدي راحتك في الخدمة باش ما تقطعش العجينة. إلا فات وتقطعت لك العجينة راح يخرج لك الغرس وما راحش تجي شكلها مليح وكي تحطها الطيب يتحرق الغرس ويجي يابس. وشوفوا يا البنات هذه هي الحبة اللي تحصلت عليها. راح نزيد نخدم معاكم حبة واحدة أخرى. بالنسبة للنقش كاين اللي يحب ينقش غير من الفوق وكاين اللي ينقش الحبة كاملة كيما خدمتها أنا من التحت حتى للفوق. اليوم خوتكم كوسمو كويزين دي زاد أي راهي بجاوية حرة. درت لكم واحد كعك النقاش على أصوله صدقوني أخواتي إلا جربتوه راح تستمتعوا بواحد البنة من أروع ما يكون. جاء ما شاء الله وكما راكم تشوفوا العجينة مادت لي الطوع ما عذبتنيش خلاه في الخدمة ما تقطعت مصر لها والو. اما عشاق كعك النقاش نقول لكم شهيتكم في الجنه جربوا هذه الوصفه وما ننساوش نشكروا البجاويين على هذه الوصفه وعلى هذه البنه الاكثر من رائعه. وهنا بعد ما انتهيت من نقش كل الحبات ستفتم في بلاطو وكما نعرفوا كامل الحاجه اللي تتنقش لازم نزيدو نخليوها ترتاح على الاقل 3 سوايع وخير وخير الى خليناها باتت ليله كامله. تقول لي علاه نقول لك باش العجينه راح تشيح وهادوك الرشمات كي نقيسهم نلقاهم يبسوا. وكي نطيبوا الحبات يبقاو محافظين على الشكل تاعهم يعني الرشمات يبقاو باينين ما راحش يتمسحوا. انا خليتهم باتوا ليله كامله وفي الصباح حطيتهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 170 في الرف الوسط لمده 20 دقيقه حتى يكتسبوا اللون الذهبي الخفيف من التحت ومن الفوق. وكما نعرفوا كامل كعك النقاش ماهوش من النوع اللي يحمر بزاف. فوالا هذا هو كعك النقاش. ملاحظه فقط البنات احنا هنا في جويه هنا ناحيه الشرق نقولوا له كعك الغرس ونخدموه بنفس لا غوسيت. كما قلت لكم كعك المنقوش يطيب على بيوضه بصح انا طيبته احمر بزياده هكا شويه اخطر نحبوه هكا يكون طايب. ولي غاتو ساك خاصه التقليديه كما حلوه الطابع
الكروكي كعك النقاش هذا، التشارك العريان، دو بريفيرونس كي نطيبوهم بحموره زياده. كيما على بالكم الحلوى كي تعود محمره راح تجي مقرمشه، راح تجي كروستيونت. وهذا واش نحبو حنا يعني الجزائريين، خاصة مع كاس قهوة وحليب. نحبو حاجة تتقرمش، حاجة بنينة. وتاني إلى درنا كمية كبيرة كي تعود محمرة ما راحش تفسد، راح تطول معنا. كيما هذا كعك النقاش ممكن تحتفظ به أكثر من شهر وما راح يفسد الكم، ما راح يصرالو والو، على خاطر ما فيه لا بيض لا حليب لا خميرة الحلويات. درك البنات وصلنا لأهم مرحلة، راح نقسم معاكم حبة باش تشوفوا مصداقية الوصفة وتشوفوا كيفاه جا هشيش، جا طري، جا مقرمش. واش نقول لكم يعني خفيف خفيف، تاكل حبة زوز وما تشبعش. اما الغرس جات طرية، رغم انه عجنتها غير بيدي ما فورتها ما لحيتها. وهذا راجع اولا للغرس تاع البطانة اللي خدمت بيها، وثانيا للمغرف تاع المارغرين اللي عجنتو بيها. وكيما راكم تشوفوا الحبة جات الغرس فيها سوا سوا، ما جات لا زايدة لا ناقصة. وهذه وصفة نهار اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. كما شفتوا حضرناها بكل سهولة ومكوناتها بسيطة، وشي برك تحكم اليد شوية في النقش، ولكنها يعني وصفة ناجحة 100%. عشاق كعك النقاش نقولكم جربوها واستمتعوا بهذه البنة. هيا نخليكم بقوا على خير وتهلاو، ما تنسونيش بالدعم، وسلام.